بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمه الله: وإن قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله متى يقع الطلاق إذا أطلق الزمن، لكن حدد ذلك الزمن بشيء معين من يوم أو شهر أو عام أو غيرهما. قال: وإن قال أنت طالق في هذا الشهر، مثل قال شخص لزوجته: أنت طالق في ذي الحجة، وهو هذا الشهر الذي نحن فيه، تطلق مباشرة لأن لفظه صدر في هذا الشهر، فيقع الطلاق فيه كأنه قال أنت طالق، لأن الطلاق وقع في الزمن المحدد له وهو هذا الشهر أو اليوم. يعني لو قال الشخص لزوجته أنت طالق في هذا اليوم، تطلق مباشرة لأنه هو في هذا اليوم. وكذا لو قال لزوجته أنت طالق هذا العام، تطلق في الحال. أو قال أنت طالق في هذا القرن، تطلق أيضا في الحال، لأن طلاقه وقع في الزمن الذي حدده وهو هذا اليوم أو الشهر أو العام أو القرن ونحو ذلك. قال: وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. يعني لو قال أنت طالق يوم غد، تطلق في أول يوم الغد، وأول يوم الغد يبدأ بطلوع الشمس. وكذا لو قال أنت طالق غدا في آخر اليوم، فإذا غربت الشمس من يوم غد تطلق. قال: أو السبت. يعني لو قال لها أنت طالق يوم السبت، تطلق إذا طلعت شمس يوم السبت. ولو قال أنت طالق في آخر يوم الاثنين، تطلق إذا غربت شمس يوم الاثنين. قال: أو رمضان. يعني لو قال لها أنت طالق في أول رمضان، فأول يوم في رمضان إذا طلعت الشمس تطلق. ولو قال أنت طالق إذا دخل رمضان، تطلق بغروب الشمس آخر يوم من شعبان. يعني لو قال أنت طالق إذا دخل رمضان يبدأ من ليلته. ولو قال أنت طالق في أول يوم من رمضان، تطلق إذا طلعت الشمس. ولو قال أنت طالق في شهر محرم، فإذا أنت طالق في يوم شهر محرم، في أول يوم من شهر محرم، تطلق بمجرد طلوع الشمس، وهكذا. لذلك قال طلقت في أوله، وأول اليوم يبدأ من طلوع الشمس وآخره غروب الشمس. ثم قال: وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. يعني في الأمور الثلاثة الأخيرة، يوم غد أو السبت أو رمضان. يعني لو قال أنت طالق يوم غد، ثم
لما طلعت الشمس نقول طلقت عليك زوجتك، فلو كانت هي الطلقة الثالثة نقول تحتجب عنك. فلو قال أنا أردت بنيتي آخر يوم لكي يطأها مثلا في الظهر أو العصر، دين يعني نجعل ما ذكره بينه وبين ربه من غير خصومة مقبول. أما حال التحاكم لا ينظر إلى ما ذكره من مقصده، لأن لفظه يقتضي الأول. فإذا لم تحاكم الزوجة زوجتها، فإذا لم تحاكم الزوجة زوجها نقول يؤخذ بمقصوده، ندينه فيما بينه وبين ربه، نقول نؤاخذك على ما قصدت. لكن لو رفعته إلى القاضي لا، يطلق من حين طلوع الشمس. وكذا لو قال شخص أنت طالق في رمضان، فمجرد دخول شهر رمضان تطلق. فلو قال لا أنا أردت آخر رمضان لكي تخدمه في رمضان، نقول إذا لم تكن خصومة، يعني لم ترفع الزوجة أمر طلاق زوجها إلى القاضي، ندينه فيما بينه وبين ربه، نقول نؤاخذك على ظاهرك على ما ذكرته. أما في حال خصومة عند التقاضي لا ننظر إلى مقصده، لأنها القلب، ومقصودنا الألفاظ لأنها ظاهرة، فنحكم بالظاهر ولا ندخل في الحكم في النيات. ذاك قال دين وقبل، يعني وقبل قوله بأن مقصوده في الطلاق هو آخر يوم في اليوم، بأنه آخر شيء، آخر اليوم أو في آخر الشهر أو في آخر العام، وهكذا. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد. طيب يا حمزة، لو قال لها أنت طالق في المدينة، تمام، وين من الألفاظ هذه؟ أيوه، نعم عاصم، ما يدخل ليه؟ أيوه، لأنه يتكلم عن الزمان والمدينة مكان، هو يتكلم عن الزمان. طيب نايف، لو قال لها أنت طالق في المدينة، تطلق ولا ما تطلق؟ يعني ننظر هي وين. إذا كانت خارج المدينة ثم دخلت المدينة تطلق بمجرد دخول مدينة ولا دخول بيتها؟ دخول مدينة، أي نعم. طيب يا فريح، لو قال أنت طالق أينما ذهبتي، كم طلقة تطلق؟ كم طلقة تطلق في الحالة؟ كم طلقة؟ ها؟ شلون طلق بعين؟ أينما ذهبتي تطلق، يعني تبين 3 طلقات، وين ما تروحين تطلقين، كل حركة تحركت تطلق. نعم. طيب خليفة، يقول قول المصنف طلقت، هل الصحيح بضم اللام أم فتحها؟ يعني هل وما إعراب طلقت؟ يصح الوجهان، طلقت أو طلقت، كلاهما صحيح. وما إعراب طلقت ايش تقول؟ ها؟ رجل يقول لو شخص قال زوجة فلان طلقت، فالماضي والتاء تاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعني المطلقة.
يقول بداية اليوم تكون مع طلوع الشمس أم مع الغروب؟ ولماذا في العشر الأواخر قد يعتد في ليلة اليوم؟ عندنا يوم وعندنا ليلة. الأصل الليل يبدأ من الغروب حتى طلوع الشمس، والنهار يبدأ من طلوع الشمس إلى الغروب. فإذا قيل متى يبدأ ما هو مستقبل، نقول يبدأ من الليل. الله يقول سخر عليهم 7 ليال و8 أيام، في الأصل الليل. لذلك إذا غربت شمس آخر يوم من شعبان سواء 29 أو 30، إذا لم يكمل الشهر نقول دخل العيد. وكذلك إذا نقول دخل رمضان. وكذلك إذا غربت شمس يوم 30 من رمضان نقول دخل العيد. وكذلك إذا انتهت شهر ذي الحجة بغروب الشمس نقول دخلت 10 ذي الحجة، وهكذا. يعني الأصل الليل. فنحن اليوم نقول ليلة الأحد، خلاص يعتبر الأحد دخل. فلو قال شخص لزوجته أنت طالق الأحد، تطلق بغروب الشمس يوم السبت لأن الأحد بدأ. لو قال أنت طالق نهار الأحد، تطلق بطلوع الشمس. ولو قال أنت طالق ليلة الأحد، تطلق بغروب شمس يوم السبت، وهكذا. والله يقول جعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، محل الليل في الأول ثم النهار يتبع، وهكذا. يقول لفظ اليوم يصدق على أوله ووسطه وآخره، فما الذي جعل أوله هو المقصود؟ لأنه بدأ دخل. فلو شخص قال إذا دخلت المسجد زوجتي طالق، فمجرد أول خطوة يدخلها من باب المسجد تطلق، ولا يحتاج حتى يصل إلى وسطه المسجد أو إلى آخره. يقول لماذا سميت صلاة العصر صلاة الوسطى مع أن اليوم يبدأ من الغروب؟ اليوم صلاة الوسطى بالنسبة للنهار، فعندنا قبلها فجر ظهر، هذا في النهار، ثم توسطت لما أتى فرضان توسطت عما بعدها. وفي قول لكنه ضعيف أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، فتوسطت بين الليل وبين النهار. لكن في الصحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى في لفظ صلاة العصر هنا. فصلاة العصر متوسطة بين الليل وبين النهار، مو في النهار بين الليل وبين النهار. صلوات الليل صلوات النهار، صلوات النهار فجر ظهر، صلوات الليل مغرب عشاء. وفي الشرع أحيانا تترتب الأحكام على طلوع الفجر، وأحيانا تترتب الأحكام على طلوع الشمس، لكن عند الإطلاق لغة وعرفا بطلوع الشمس، إلا إذا أتى النص من الشرع بتحديده بالفجر. واضح؟ مثل رمي الجمار فجر يوم العيد، صلاة الفجر مو من طلوع الشمس، من طلوع الفجر. فإذا أتى النص نسير على النص، وإلا الأصل مثل ما ذكرنا. يقول إذا قال الرجل أنت طالق يوم السبت يحتمل الليل والنهار، فمتى يقع؟ في النهار. إذا قال أنت طالق السبت غير إذا قال أنت طالق يوم السبت، وغير إذا قال أنت طالق ليلة السبت، في كل لفظ على